النهاردة هنعمل الزبادي الطبيعي في البيت. اول حاجة هنغلي اللبن ونسيبه يبرد خالص. بعد ما بيبرد هنشيل الوش الجميل اللي احنا شايفينه ده، بس مش هنرميه ولا اي حاجة. هنجمع الوش ده كله وهنحطه في طبق معاه لغاية ما اللبن كده يبقى مفيهوش ولا نقطة من الوش ده. الوش ده انا هاخده وهحط عليه دول 2 كيلو لبن، هنحط عليهم 2 كوباية زبادي. هنعمل هنا اختبار للبن قبل ما نعمل الزبادي. نحط صباعنا كده في اللبن ونعد لغاية 10. لو ما حسيناش بحرارة يبقى كده تمام. كده هنحضر الزبادي وهنشيل المية اللي هتبقى موجودة في الزبادي دي، وهنصفيها ونحطه هنا في مع وش اللبن. انا حطيت كوبايتين زبادي ل2 كيلو لبن، يعني الكيلو هياخد كوباية واحدة. عشان اتأكد ان هم اتضربوا كويس دول هخلطهم مع بعض، مش هضربهم بالمعلقة، هحطهم في الخلاط. هحط معاهم كمان معلقة سكر، ممكن نحط معلقتين كمان بيبقى افضل. ولو حابين تغيروا الطعم ممكن تضيفوا كيس فانيليا. نضربهم كده كويس جدا في الخلاط وهنضيفهم للزبادي بتاعتنا. كده تمام. لما اجي اقلب اللبن مش هقلب كتير، يا دوب 3 مرات، 1 2 3 من تحت لفوق وخلاص على كده. بعدين هنحضر الكوبايات بتاعتنا، تكون كوبايات نظيفة متعقمة مفيهاش ولا نقطة مية. الكمية دي كانت الكوبايات تقريبا عملت 13 كوباية. لا سوري، عاملة 10 كوبايات من الكوبايات الكبيرة اللي هي المج بتاع الشاي. بعدين بعد ما هحطها كده كويس هغطيها من فوق، ومش محتاجة ان انا ادفي معاها الفرن. هدخلها الفرن وهسيبها مدة من بالليل لغاية الصبح. انا سبتها من 9 بالليل ل9 الصبح. هنا اتأكدنا اول ما طلعت من الفرن كده الزبادي متماسكة كويسة جدا. طبعا هنوقف عملية التخمير ان احنا هندخلها التلاجة لغاية ما تسخن. هنا قبل ما تدخل التلاجة اهي مش فاصلة ومتماسكة وكويسة جدا. ده وش الزبادي اللي بنشوفه في الزبادي الطبيعي، انما لو شلنا وش اللبن اللي احنا احتفظنا بيه في الاول مكانش هتعمل معانا الوش اللي احنا بنشوفه ده من فوق. وده شكلها بعد ما طلعت من التلاجة كويسة اهي وماسكة نفسها ومفيش اي مية. وبكده نبقى عملنا زبادي طبيعي في البيت ومش مكلفة وطعمها حلو جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. بس كده.